ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين. النهارده عامل لكم حاجه حلوه قوي، كنافه بالكريمه والفراوله. هي نفس المكشوفه او المكسوفه او المكشوفه، حاجه زي كده. انا ما عجبتنيش الطريقه اللي انا اقطع منها وينزل الكريمه تنزل الفراوله، مش عاجباني خالص. لازم تاكليها في نفس اليوم، حتى حطيها في التلاجة منظرها مش حلو. فقلت اعمل البولات دي نفس المكونات بس البولات. وعاوزه انت بقى تعمليها في صينيه تبقى احلى، وتاخدي منها قطعه كده تبقى كويسه ومش مكلفه خالص. ليه يعني 700 جنيه؟ ليه 750؟ انت مش هتكلفيه اكتر من 50. دي اقل من نص كيلو فراوله، ودي ربع كنافه، وكيس كريم شانتيه. بتحطي عليه معلقتين قشطه لو عندك، ما عندكيش خلاص. انا حطيت كيس كريم شانتيه اهو، عملته وحطيت فيه الفراوله، قطع الفراوله الصغيره، قطع مقطعه صغيره. والكنافه دي ربع كيلو كنافه محمرة، معلقتين زيت، معلقتين سمن بلدي، معلقتين زبدة، اللي عندك اعمليه، مش هتأثر خالص. اهي ربع كيلو كنافة بس كده. انا هحطها بقى بولات، شايفاها شكلها اشيك وهتبقى جميلة. ممكن تحطي طبقة كنافة الاول، طبقة الكريمة الاول، اللي انت عاوزة الشكل بتاعك يبقى حلو. يعني تحطي من فوق ايه، كنافة او كريمة. بتعملي على مزاجك وبتعمليها انت وبايديك انت، تبقى حلوة جدا جدا. بس وكنافة بعد ما تحمريها بتحطي طبعا العسل اللي احنا عاملينه في البيت، بحط عليها نص كوباية عسل، عاوزة اكتر لغاية ما تبقى كده شكلها مندي معاكي، بس حسب ما انت بتحبي العسل ايه والسكر بتاعها تبقى ايه. احط طبقة اهو كنافة، وبعدين احط طبقة كريمة، طبقة كنافة وطبقة كريمة، وهتبقى شكلها حلو 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 جدا ولطيفة. بس كده، مش هتاخد منك حاجة بجد، ما فيهاش اي حاجه، لقيتها سهله كده وما فيهاش اي حاجه، طب ما نعملها احنا بقى. جميله بجد. الميكس بتاع الكريم شانتيه بالفراوله طعمه حلو قوي. عاوزه تكتري شويه الكريمه، عاوزه بتحبي الكنافه اكتر اعملي. انا كنت بحب الكريمه بالفراوله اكتر، كنت بحط اكتر، طعمها حلو قوي قوي، عاوزه تتاكل كده بجد. بس الواحد بقى كان صايم فعلا وانا بعملها يعني. بس كده، حطي بقى قطع الفراوله، زينيها زي ما انت عايزه. عاوزه تبقى اخر حاجه طبقه الكنافه، اعملي كده. بس كده، طبق شكله جميل، والطبقات بتاعته باينه شكلها حلو قوي، طبقه كنافه، طبقه كريمه، وقطع الفراوله حلوه ازاي. يا رب يكون افدتكم، ويكون فيديو ان شاء الله خف عليكم وحلو، وتعملوه ان شاء الله، تعملوها وبالهنا والشفا، وكل سنه وانتم طيبين. يا رب تعجبكم ان شاء الله. بصوا شكلها، لو عاوزه بصي الكنافه تبقى هي الاول، ما عملتي كده برضو اللي بيحب شكل الكنافه الطبقه الاخيره تبقى شكلها احلى، يبقى احسن. ودي شكلها احلى، اللي يحبها شكلها ايه اعملي اللي انت عايزاه. بصوا شكلها حلوه قوي. ان شاء الله تعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.